السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب بأن بلاده ممثلة في كل من مجمع سوناتراك وسونالغاز ستوقع في غضون أيام قليلة على اتفاقية مع شركاء دوليين لإنجاز مشروع خط كابل بحري سيسمح بتصدير الكهرباء نحو القارة الأوروبية. وأضاف الوزير الجزائري في تصريح صحفي له خلال زيارته للمركز الوطني لتسيير المنظومة الكهربائية التابعة لسونالغاز بأن كل من سوناتراك وسونالغاز تحضران لإبرام عقود لإنجاز خط كهربائي بحري يربط الجزائر بأوروبا، وسيسمح للجزائر بتصدير الكهرباء التقليدية المولدة من الغاز الطبيعي، وكذلك الكهرباء المولدة من مصادر بديلة ومتجددة. كما أوضح عرقاب بأن التحضيرات جارية للتوقيع على هذه العقود ليتم بعدها الشروع في إنجاز هذا الخط حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.